استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية وأمراض الصدر. دكتور مجدي، بنرحب بحضرتك وصباح الخير. يا صباح النور. دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية ومناعة. أهلا بيكم. أهلا بيك. دكتور، ما المقصود بالربو المهني؟ وطبعا بالنسبة لعيد العمال والأسبوع العالمي للوقاية من الربو، هنعمل الندوة دي تحت رعاية الأستاذ محمد الشبراق مدير ثقافة القاهرة. هنتناول فيها كلمة الربو وتعريف الربو المهني. الربو معناها ده مرض بينشأ من حساسية الصدر تؤدي إلى التهابات في الشعب الهوائية تخليها ضيقة شوية، وتبقى تخلي الهواء اللي فيها أقل، ويبقى القطر بتاعها أقل، والطول بتاع الشعب الهوائية أكثر وأقل مرونة. المهني معناها ان هو بيجي في بعض المهن اكتر من الناس العاديين، وفعلا في علاقة بين مثلا الناس اللي بتشتغل في المخابز وزيادة معدلات حساسية الصدر، الخبازين، والناس اللي بتطحن مثلا، اللي بيطحنوا الدقيق بتاع القمح او الذرة، ومثلا الناس اللي بتطحن البن بيبقى عندهم حاجه اسمها الغبار النباتي، فده برضو بيشموه يعمل لهم حساسيات. المهم بالنسبه لنا كمان ان الاطفال اللي موجودين في الاماكن دي، سواء كان في عماله اطفال او هم اولاد الناس اللي بيشتغلوا في الاماكن دي، او لو صاحب العمل بيعمل في نفس المكان السكن، ده هيخلي الاطفال يتعرضوا لبعض المسببات الحساسيات ويجي لهم ربو اكثر من الاطفال الاخرين. ابخره كيميائيه ممكن تيجي برضو في بعض الاماكن. برضو الناس اللي عندها حيوانات، بيربى حيوانات مثلا، برضو الاطفال هيتعرضوا للصوف بتاعها او للزغب اللي هيطلع من الطيور مثلا. الحاجات دي كلها في بعض المهن برضو زي الكوافيرات، سواء في الرجال او النساء، برضو الكوافيرات بيتعرضوا لكميه كبيره من الاصباغ والصبغات، فالحاجات دي كلها بيبقى على ملابسهم. اما يروحوا البيت اطفال يتعرضوا لهذه المواد فتزيد نسبه الحساسيات، خاصه لو كانت الام حامل وبتعمل في مهنه فيها روائح او فيها ابخره او فيها صبغات دي كلها. ده ممكن يؤثر على الجنين؟ يؤثر على الجنين. فالمشكله ان محدش عارف الحاجات دي ومحدش بياخد باله، ويعني الوعي من هذه الامور اقل، فده للاسف هيؤدي الى ان احنا هنزود نسبه الحساسيات في الاجيال القادمه. فهتلاقي اطفال كتيره جدا يجي لهم ربو ويبتدي يشتكي من ضيق النفس ومش قادر ينام ومش قادر يروح المدرسه ومش قادر يلعب ويكح مع اقل مجهود، وتكرار في الالتهابات وتكرار في الغياب عن المدارس وهكذا. دكتور مجدي، هل مرض الربو مزمن ام مرض دائم يعني؟ لا، هو طبعا مزمن. هو الربو نهاية كلمة حساسية. حساسية معناها ان انا بتحسس لحاجة. حساسية الشعب الهوائية معناها ان الشعب الهوائية بتحسس لبعض المواد، سواء بتتاكل او بتستنشق بيحتك بيها الانسان. والمشكلة ان دلوقتي 300 مليون انسان في كوكب الارض عندهم كلمة ربو. لو احنا وقفنا كلمة حساسية، لو احنا نقدر نوقف كلمة حساسية وما نخليش التفاعلات تحصل، ممكن نوقف الربو في المستقبل. حساسية الأنف برضه من الأشياء اللي بتؤدي إلى الربو في المستقبل. حساسية الأنف لما بنهملها برضه بتصيب 20% من الأطفال. في المستقبل ممكن تؤدي إلى بعض المضاعفات، من ضمنها إن الإنسان يجي له حساسية صدر أيضا، وهمناها هنوصل للربو. طب هل يمكن الشفاء منه؟ يعني ما يجيش مرة ثانية؟ هو مرض مزمن. عشان تفرمله، عشان تحد منه، عشان نحلم بكلمة شفاء، أول حاجة لازم نوقف عملية الحساسية. يبقى أنا مثلا عندي حساسية مثلا للأتربة، يبقى لازم أنا أشخص إن أنا عندي حساسية للتراب نمرة 1، وإن أنا آخد حاجة ضد التراب، أعيد برمجة الجهاز المناعي ضد التراب ده. يعني مثلا أخلي الإنسان يتعرض للتراب ده بجرعات إحنا بنحددها قليلة، ولأنه نزود بتدريج لحد بعد في المستقبل مثلا لما نشوف التراب ده ممكن ما يحصلناش حاجة. دكتور مجدي، هناك وسائل للعدوى أو انتقال المرض؟ هو مش عدوى، هو مش ميكروب. هو بيبقى عنده أول حاجة استعداد وراثي. يعني أنا أتولد يبقى عندي استعداد وراثي إن أنا أما أمشي في الشارع وأتعرض مثلا دي حبوب اللقاح اللي منتشرة دلوقتي، هيجيني الأعراض دي. ممكن نتحكم فيها ان احنا نعرف من وقت الولاده مثلا ده هيبقى عنده حساسيه ماده كذا، فنديهم بعض البرامج ونديهم بعض النصايح. خلي بالكم لو تعرضتوا لكذا، لو اكلتوا كذا هيحصل لكم الحاجات دي كلها. يبقى دي مهمه. يبقى البيئه مع الوراثه مع الجهاز المناعي نفسه، احنا ممكن نشوف اخباره ايه ونعيد برمجته. ده كله ممكن يخليه يتحكم في كلمه ربو. طيب يعني كيف العامل يقي نفسه من الربو المهني؟ طبعا العامل ان هو لازم يبقى عنده الوعي ان هو يشوف هو عنده ربو من الاول قبل ما يشتغل ولا لا،
وهل الربو زاد اما اشتغل في المكان ده ولا لا. نمرة 2، هل الربو ده بيقل مثلا الحالات بتاعته بتقل في وقت الغياب، في وقت السفر، في وقت مفيش عمل في المكان ده، اما مثلا بيغير المكان من مكان. الحاجة الثالثة برضو التهوية، سوء التهوية بيؤدي الى تلوث الهواء داخل بيئة العمل، فده مهم جدا ان هو ممكن هيعمل لي مشاكل ويزود من الاعراض وهكذا. المفروض طبعا في اطباء مختصين بهذه الامور، ولكن انا بركز في الندوه دي على اللي هو مستقبل الطفوله، الاطفال اللي بيشتغلوا فهم في اماكن وهم عملت الاطفال في اماكن زي دي ممكن يعرضوا للربو اكثر من الاخرين. الحاجه الثانيه ان هم مهنه الاب او مهنه الام ممكن تاثر على الاطفال في البيت. الحاجه الثالثه حتى الام ممكن تاثر عن طريق ان هو هتدخل مواد كثيره جدا للرحم، والجنين نفسه يبقى عنده سلال اعلى من الاخرين بهذه الامور. ودائما الوقايه خير من العلاج. الأستاذ الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بنشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرا جزيلا.